لست من الحجاج يا رب الورى، لكن قلبي بالمحبة كبرا. لبيك ما نبض الفؤاد وما دعا داع، وما دمع بعين جرى. لبيك أعلنها بكل تذلل، لبيك ما امتلأت بها أم القرى. لبيك يا ذا الجود ما قلب هفى للعفو منك وبالخضوع تدثرا. الله أكبر الله أكبر لا كبير سواه، جلت محامده وعز ثناه. هادي العباد إلى سنا عرفانه، لولا التفضل ما اهتدوا لسناه. سبحانه القدوس في حضراته عن كل ما لا ينبغي لعلاه. يا حي يا قيوم يا من كلما ناداه مضطر أجاب دعاه. أنت الجليل الفرد والصمد الذي يعطي الذي يدعوه كل مناه. تلبية وتكبيرات يتجلى بها القلب عن ضجيج الدنيا، ويعود الإنسان إلى الفطرة عبدا لا يملك إلا الدعاء ولا يرجو إلا الله. هنا في عرفة كل تلبية حكاية، وكل تكبيرة قصة، وكل دمعة تطرق أبواب السماء. لبيك اللهم لبيك تحلق معها الأرواح وتمضي خفيفة نقية. اليوم ومن كل فج عميق وقفوا هنا ليرفعوا ذات النداء. ما بين التكبير والدعاء يقف الحاج ليولد من جديد بلا ماض يثقله ولا ذنب يحمله. اليوم يسمع العالم صوت التلبية، تلبية بيقين يملأ القلب في مشهد عظيم تتلاشى فيه الفوارق وتتساوى فيه المقامات. جاءوا بشوق ويقين وقلوب يملأها الإيمان. هنا يتسابق الحجيج بما تحمل قلوبهم من تقوى، وأرواحهم من إيمان، وأكفهم من دعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير زملائي الأعزاء وكل من يتابعنا في هذه التغطية المباشرة من هنا من مشعر عرفات الطاهر. نصحبكم على مدى ساعات من هنا من استديو MBC من أمام جبل الرحمة في مشعر عرفات، ومن استديوهات MBC في الرياض يصحبني الزملاء ياسر العمر وخلف الخلف، ومع شبكة مراسلين في كل جنبات عرفة الزملاء نزار العلي وإبراهيم حبتر ولورا خيمي وباسل ممدوح. ننقل مع كافة الزملاء هذه الصورة من جنبات المشاعر المقدسة، وتحديدا اليوم من مشعر عرفات، ونتابع مع الحجيج هذه الرحلة الإيمانية. فأهلا بكم جميعا، أهلا وسهلا خلف، وأهلا وسهلا بكافة الزملاء. أهلا بك سامي، وأهلا بكافة مشاهدينا أينما كنتم في هذه التغطية الحية والمباشرة في يوم هو أعظم أيام العام، يوم عرفة، يوم يباهي الله سبحانه وتعالى فيه بعباده الواقفين على صعيد عرفات ملائكة السماء قائلا: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. وهو يوم تغفر فيه الذنوب وتعتق فيه الرقاب من النار. مشاهدينا ومستمعينا، ننقل لكم في هذا اليوم مشاهد أناس تركوا الديار وهجروا الراحة وتجردوا من زينة الدنيا، جاءوا بقلوب خاشعة وأرواح متعلقة برحمة الله في موقف عظيم تخضع فيه القلوب وتنكسر النفوس بين يدي الله وتسيل الدموع وتلهج الألسن بالدعاء. نرافقكم اليوم خطوة بخطوة من عرفات، حيث يجسد الوقوف أو حيث يجسد وقوف الحجيج أسمى مشاهد الإيمان، ثم إلى مزدلفة حيث تهدأ الأرواح بعد يوم امتلأ بالدعاء والخشوع والرجاء. وفي هذا اليوم العظيم نتابع أيضا جهود الجهات المعنية في خدمة ضيوف الرحمن. ننقل لكم كيف تسخر الإمكانات وتبذل الجهود ليؤدي الحجاج مناسكهم بأمن وطمأنينة ويسر. يرافقنا في هذه التغطية
التغطية نخبة من العلماء والمشايخ والدعاة، بالإضافة إلى شبكة من زملائنا ينضمون إلينا من مشعر عرفات. إذا مشاهدينا سنكون معكم من ساعات الصباح الأولى حتى ساعات المساء. والآن نعود للزميل سامي جميل من أمام جبل الرحمة هناك في مشعر عرفات. إليك سامي.